السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا وقاعدة فجأة جوزي دخل علي وجاب لي عروسة. قال لي جبت لك عروسة. جبت لي عروسة. قال لي أيوة جبت لك عروسة. طب أنا إيه نعمل وإيه نتصرف وأتكلم جد. الموضوع ما كانش هزار. بصوا، أنا من صدمتي قلت صدقوا حنحتفل. يلا، ما بدهاش. قمت جيت عاد نحتفل ونبختها لازم. قلت حنعمل صينية بطاطس باللحمة. جبت البطاطس، نحب أنا اللحمة الأول اسمها دي اللي قدامكم، البصلة. نحب البصلة نديها شويحة بسيطة، يعني هو يحبها ني في ني، قلت له أنت كمان جايب لي عروسة وعايزنا نرضيك. لا، أنا نحبها البصلة متشوحة. جيت شوحت البصلة كده يعني تدبل دبيلة كده، ما تحمرش ولا تسفر ولا أي حاجة، يا دوب تدبل. وجيت على جنب عملت 3 ترغف أو 4 ترغف رغفان، اللي هو العيش الرغفان، العيش الشمسي يعني. عملتهن عيش سريع، لا كنت عاملة عصيدة لا كنت عاملة عصيدة ولا عاملة عقر ولا عاملة خميرة ولا عاملة أي حاجة. خميرة فورية وشوية ملح وشوية دقيق. وعجنتهن. وقلت هنعمل حباية عيش فوري. طب ما احتفال مش لازم يبقى الحفلة كاملة الأركان، تبقى وليمة مكتملة الأركان. ما عنديش عيش رخفان، فقلت نخبز هماتي 4 رغفة بالضبط، وحتة رغيف صغنون. جيت بعد ما قطعتهم خدتهم في الشمس فوق وقطعتهم ورحت دبيتهم. كانت تخينة اتخن مني شوية، بس يلا مش مشكلة، ما أنا مخي مش علي عاد. رحت جيت بعدين دبيتهم كده وسبتهم للشمس ندبهم، يعني احنا بص عشان هنعمل مدور أنا مش بقرون، فمش أندبها للآخر، يعني أندبها 3/4 دبة كده أو نص دبة يعني. فجيت دبيته وسبته سبته للشمس مع نفسه لغاية ما يخمر والدنيا شتا، طبعا هياخد وقته على ما أنا ننزل نروح نكمل طبيخي. أنا كنت مهدية النار خالص على البصلة لأني مش عايزاها تحمر، أنا عايزاها يدوب تدبل. رحت لقيتها خلاص دبلت، وصلت القوام المطلوب اللي أنا عايزاه. رحت جبت بطاطسيتين، قطعتهم طرنشات وحطيتهم على البصلة قبل الطماطم. نحب نحطهم على البصلة كده وناخدوا لهم قليبة وتاخد من طعم البصل، يعني هتفرق معايا في صينية البطاطس خالص لما ندي البطاطس تشويحة مع البصل كده قبل ما نحط الطماطم. جيت هنا جبت شوية طماطم بقى، قطعتهم طرنشات وجيت حطيتهم حطيتهم فوق صينية البطاطس. بصوا كلها ني في ني، يعني هو شبه صينية بطاطس ني في ني، ولكن مع تشويحة بسيطة للبصلة عشان تدبل، وطعمها لما تسلق سلق مش مستساغ بالنسبة لي يعني. فاروح جاي نديها تشويحه زي ما انا قلت لكم. جيت هنا حطيت لها الطماطم واديتها خليتها مع نفسها كده شويه الاول، الطماطم تبدا تنزل مياتها وتتقلب شويه، ما نحط لهاش اي اضافات ولا اي حاجه، خليتها مع نفسها كده شويه. بعدين هنا كانت اللحمه جنبي، كنت مسويها 3/4 سوا، مش سوا للاخر يعني، بس كنت سلقاها 3/4 سلقة كده. وجيت قطعتها وحطيتها في الصينية وحطيت لها شوربة وخليتها تغلي شوية على النار عشان ناخدها نوديها للعروسة. أمال أهيات العروسة يا إخوانا والله العظيم. يعني بصوا، كان نفسي فيها والله ومن أول ما جت وأنا مسميها العروسة. جاب لي العروسة، جبت لك العروسة. أول ما جاء قال لي جبت لك العروسة. يا خي فرحت بها فرحة موت. بصوا، دي فرن أنبوبة صغنونة، كانت فرن كهرباء كده، بس هي فرن أنبوبة يعني شغالة بالأنبوبة. عايزاها للعيش المرحرح اللي أنا عاملة، وعايزاها للقروص. هتستهلك كتير معايا خالص، معايا فرن كبير، أنا هتستهلك كتير معايا أنبوبة، والأنبوبة مش تاخد في إيدنا غلوة. لكن دي صغنونة ومحكمة كده، وهتأدي لي الغرض وهتشتغل معايا. بصوا ما شاء الله خطيرة، ونارها خطيرة والله العظيم جميلة موت، فرحانة بيها فرحة. قلت لهم لازم هنحتفل وهنعمل صينية بطاطس باللحمة، وهتبقى هي بختاتها لازم نبختها بحاجة محترمة كده، يعني بحاجة زينة عشان نبقى إن شاء الله قدمها ساعد علينا وقدمها زين علينا. جيت لك عملت لك فيها صينية البطاطس باللحمة وحطيتها فيها، يا بنت خطيرة خطيرة. طعمها مختلف تماما عن اللي نعملها على البوتاجاز، والله العظيم طعمها، لا طعمها كان حاجة تانية بصراحة. هنا أنا كنت معلية النار الأول، سبتها تبدأ كده تشتغل عشان تسخن وجنبها تسخن كده عشان لسه جديدة طبعا. وبعدين جيت حطيت فيها البتاعة دي، الصينية دي، بس كانت طفيت خالص من فوق يعني. سبتها تاخد تدي. بص المنظر ولا الريحة يا بوي، كانت خطيرة ريحتها يعني. تمام، بطلش صوير فيها وفرحانة بالفرن، أنا فرحانة بالفرن فرحة والله العظيم. اللي هو أنا قسيانة وشغالة طالعة نازلة قبل العيش وقبل الطبيخ لا بس مبسوطة. مبسوطة إني أنا عندي عروسة جديدة. قاعدة داخلة طالعة نقول العروسة العروسة يعني. المهم رحت طلعت فوق لقيت العيش الهوا قام عاد، رحت غطيته كده بطرحة، راح بدأ يخمر. أول ما غطيته بدأ يخمر أهواتي، بعد ما خمر رحت قلبت على الناحية التانية عشان حنبدأ الرص. خلاص خلاص خمر كده، نروح بمقرصة تانية يعني، نروح نعدل على الناحية التانية كده. وبعدين رحت جبت دبوس نظيف كده وبدأت نجرح فيه.
نقرّح فيه قبل ما يدخل الفرن على طول. أنا كنت مشغلة الفرن مسخناها ومستنياها تسخن كويس عشان نرصها على طول يعني. أدي ده القريح اللي هو أنا أنجيب زي كده، نقعد نقرّح يعني، نقرّح يعني مش عارفة نقرّح، هي دي اسمها نقرّح الحركة دي يعني، إن أنا نعمل عليه داير ما يدور كده قبل ما ندخّله الفرن، أدي بنفس الطريقة دي، واخدين بالكم؟ هو ده اسمه نقرّح يعني. أول ما خلّصت نقريح النار بقى ترقف يعني مش موضوع. المطرحة هنيتي بتاعة الفرن اتكسرت، رُحت جبت المطرحة بتاعة الرّح رصيت بيها العيش، تمام. أدي رصيتهن ال4 ترغف وسيبتهم في الفرن، وطيت عليهن الفرن وسيبتهن يستوون. بصوا منظرهن عسول عسول والله ونفعني وحلوة. أديها في الفرن الكبيرة اللي فوق، الفرن الكبيرة دي يعني تستهلك. بصوا دي ما شاء الله اللهم بارك دخلت في السوا يا جمال، كانت خطيرة. وطعم اللحمة فيها حاجة تاني، يعني طعم اللحمة مختلف تماما وكليا عن اللي نسلقوها وبعدين نحمروها في السمنة، لا مختلف اختلاف تام يعني. تمام. جيت بعدين هنا قعدت داخلة طالعة عاد عليها لغاية ما استوت، ورحت خدتها سحبتها. وكنت عاد جهزت لهم وليمة، عملت لهم رز وعملت لهم شوربة وعملت لهم ويكة وعملت لهم كرومب. وكانت عاد كانت غدا ضم احتفال، مش في عروسة وهنحتفلوا بيها، لازم يبقى الاحتفال جريمة مكتملة الأركان. تمام. أدي عملت لهم الوكلة هنا وظبطت لهم الأداء وظبطتهم، وقلت لهم عاد ادعوا للعروسة اللي كانت السبب في ان انتوا تاكلوا الوكلة المتينة دي. طبعا لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك، والسلام عليكم.